يلا بينا نعمل مع بعض سندوتشات برجر خطيرة وانسي ان الاولاد يطلبوها تاني من بره. كفاية ان احنا ضامنين جودة كل حاجة حطينا في السندوتش، والطعم حكاية. يلا بينا نشوف الجمدان ده كله هنعمله ازاي. معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة، وانا بستخدم كيلو علشان انا بحب اخزنه في الفريزر، يعني ممكن تستخدمي نص بس. المهم اللحمة المفرومة ما تقلش نسبة الدهون فيها عن 15%. بعد كده معايا عصير بصلاية صغننة، هنزل بالمية بتاعتها، وبعد كده معايا كيسين من خلطة البرجر. وبعد كده هبدأ اعجن اللحمة بتاعتي كويس. بصوا انا ما بضيفش اي حاجة تاني هنا بعد ما بعجن اللحمة مع خلطة البرجر ومية البصل. هشوف بقى لو كانت محتاجة مني ملح ولا لا. بعد ما عجنت كويس اللحمة حسيت ان هي لا، لسه محتاجة شوية ملح وكمان حبة فلفل اسود، فهضيف هنا ملح وفلفل اسود. وهرجع اعجن تاني. اهم حاجة تعجنيها كويس علشان خاطر البرجر ما يفكش منك. وهنا بقى كانت خلاص البرجر جاهز، يلا بينا نشكله. هجيب المكبس بتاع البرجر، ولو مش عندك هقولك تعملي ايه. بنجيب المكبس كده، وبعد كده بحط كيس التلاجة فاتحاه من النص، وبناخد قطعة صغيرة من اللحمة، منكترش، تبقى حاجة كده صغننة. وبنضغط بالشكل ده، وعايزة السمك يبقى ده كده. السمك بتاعي ما يبقاش عالي خالص ولا تبقى رفيعة جدا. لو ما عندكيش المكبس عادي، هاتي كيس التلاجة وافتحيه من النص، وتغطي كده بأي حاجة مدورة، غطا برطمان، طبق صغير بالشكل ده. بعد كده بعد ما تشكلي البرجر، هاتي السكينة وبقلبتها، ابدأي ظبطي أطراف البرجر. وبكده يبقى شكلنا البرجر من غير مكبس ولا اي حاجه، وشايفين الشكل طالع مظبوط ازاي. وهنا بقى كيلو اللحمه المفرومه طلع لي 16 قطعه. بعد كده هجيب الطاسه بتاعتي وهنزل فيها بحبه من الزيت مع مكعب كبير من الزبده، وهكرمل شويه بصل ابيض كده لزوم السندوتشات. انا هنا معايا 5 حبات بصل كبار، قطعتهم جوانح ونزلت بيهم على الزبده علشان اكرملهم. وطبعا كميه البصل على حسب كميه السندوتشات اللي هتعمليها. بعد كده نزلنا معلقتين كبار من السكر، ورشة من حبهان البودر، وفلفل اسود، وبعد كده رشة من جوز الطيب، ورشة ملح. ون- بعد كده هبدأ أشوح البصل كويس مع البهارات الجامدة دي في الزبدة لغاية ما يبدأ يتكرمل معايا. هنا بقى البصل اتكرمل معايا واخد اللون الجامد ده. على طول بعد كده هننزل معلقتين كبار من دبس الرمان علشان يديني المزازة الحلوة دي، ونقلب الكلام ده كله مع بعض، وبكده يبقى البصل المتكرمل جاهز معايا. هنطفي عليه وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. شايفين اللون خطير. بعد كده هاخد حبة حلوين كده من البصل المتكرمل ده، وهنزل بيهم في الكبة. بعد كده هننزل بربع كوباية كده من المية، او معلقتين كبار من المية. بعد كده هيكون معايا مايونيز برضو هننزل بيهم على البصل، واضرب الكلام ده كله مع بعض. وبكده هيبقى معايا احلى صوص لأحلى سندوتشات برجر. بجد الصوص ده خطير. بجد اعملوه هيديكم طعم حلو جدا للسندوتشات بتاعتكم. شايفين المنظر ولا القوام؟ حاجة كده خطيرة. المايونيز مع البصل المكرمل حاجة كده تحفة. هنجيب بعد كده سندوتشات البرجر، ونبدأ نفتحها بالشكل ده، وهاتولي بقى الزبدة وادهنوا السندوتشات دي. ما احنا لازم نخدم السندوتش صح. بعد ما هدهن العيش كويس بالزبدة، هاخده على طول على الجريل بتاعتي علشان اديله كده صدمة على الجريل او على الطاسة يعني. واول ما ياخد اللون الخطير ده نبدأ نرفعه على طول. بعد كده هنا جات لحظة سوى البرجر، فحبة زيت قليلين جدا يا دوب كده ببدأ يعني ايه ادهن الطاسة بتاعتي حاجة بسيطة من الزيت يعني. وبعد كده ننزل بالبرجر، واول ما يبدأ ياخد لون نبدأ نقلبه على الناحية التانية. كده تمام. يلا بينا نظبط السندوتش بتاعنا. حطينا خس، وهننزل بعد كده بالصوص اللي حضرناه مع بعض. وبعد كده هننزل بالبرجر بتاعنا. شايفين لونه خطير ازاي؟ وبعد كده هحط شوية صوص من الشيدر. حاجة كده خطيرة، السندوتش لازم نخدمه صح. وحطيت قطعة تاني كمان، طبعا ده على حسب ما انتوا حابين، قطعتين او قطعة على حسب ما انتوا حابين. وننزل من فوق كده بالبصل المتكرمل. حاجة كده خطيرة. وعلشان نحسس الاولاد ان احنا خرجنا واكلنا البرجر ده بره، لازم نكمل الوجبة بحاجة ساقعة، طبعا ما تكونش مقاطعة، مع شوية شيبسي. وبكده يبقى وجبتنا كاملة. وتعالوا بقى نشوف السندوتش من جوه عامل ازاي. حاجة كده خطيرة.
عايزة اقول لكم ان حبة البصل المتكرمل ده على السندوتش ده خطير، والصوص اللي عملناه من البصل المتكرمل مع المايونيز مخلي السندوتش في حتة تانية، ميكس كده خطير. ودي كانت وصفة النهاردة وسندوتشات النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.